يا سلام على السهولة والجمال. غاب عن الصدارة لمدة تقل عن 24 ساعة ليعود ويستعيد الصدارة مجددا أمام الدراويش. نعم إنه الزمالك الجديد اللي كله جديد في جديد. حصل. سيبك من الفنيات، او سيبك من الامور اللي فيها كوره، لان انا كنت بلاعب النهارده فرقه زي الاسماعيلي. يعني في ماتش المصري قعدنا نسرد ونتكلم في الفنيات، وقعدنا نقول التحركات، وقعدنا نقول منظومه الضغط العكسي ومنظومه الضغط العالي. انما النهارده انا بلاعب فرقه الاسماعيلي مع كامل احترامي وتقديري ليهم، كلهم مواليد 2005 و2006، وفرقه لو انا طلعت لهم من الملعب بنتايج ودونجا وعمر جابر ومحمد اسماعيل برضو مش هيجيبوا جون. يعني انا لو لعبت قدام الاسماعيلي 7 لعيبه وهم 11 لعيب برضو انا هكسب عادي، ما عنديش مشكله. لكن انا بتكلم في الايجابيات. ايجابيات زي ايه؟ ايجابيات زي ان شوف الكوره اللي جاء منها البيلن او ضربه الجزاء الاولى اللي احرزنا منها الهدف الاول للمايسترو الاسطوره عبد الله السعيد. شوف التمريره مين اللي لعبها؟ دونجا. لعبها لمين؟ لبيزيرا. سيبك من بيزيرا احنا هنقعد نغني له، بس انا بتكلم على دونجا. شوف دونجا اللي بدأ ينجز، دونجا اللي بدأ ما يرغيش، دونجا اللي بدأ يلعب السهل، دونجا اللي بدأ يبقى إيجابي، دونجا اللي تمريراته بقت لقدام، دونجا اللي ما بقاش اتنشن، لا دونجا بقى لعيب 6 هادي بيعمل شغله ملوش دعوة بالهيصة. يا رب تستمر على كده دونجا، يا رب تستمر على كده. طيب تعال بقى اكلمك شوية عن عبد الله السعيد. هل رأيتم في التوقيت الحالي لعيب في الدوري المصري يحترم لقمة عيشه زي عبد الله السعيد؟ لو حد فيكم شايف ان في لعيب بيحترم لقمة عيشه زي عبد الله السعيد يقول لي. جماعة عبد الله السعيد اللعيب الكلاسيكي، اللعيب اللي هو اخر حبة موجودة من الجيل بتاع زمان اللي عارف يعني ايه كورة. عبد الله السعيد بيوصل عند ال 18 بتاعتنا يقطع الكوره يطلع بيها. عبد الله السعيد هو اللي بيعمل الاسيست، عبد الله السعيد هو اللي بيجيب الجون، عبد الله السعيد هو حلقه الوصل وهو قلب الزمالك النابض. عبد الله السعيد يا جماعه لعيب بيتمرن صح، بياكل صح، بينام صح، بيحترم. عبد الله السعيد ما عندوش سوشيال ميديا، عبد الله السعيد ما معهوش تليفون. انا متهيألي عبد الله السعيد شايل تليفون الدمعه او 6600. عبد الله السعيد لعيب بيحترم لقمه عيشه، وده بيبان وبينعكس على ادائه في الملعب. مان اوف ذا ماتش ده حقه، ومين ما يديلوش حقه، ومين ما يديلوش مان اوف ذا ماتش في ماتش زي النهارده. عدي الدباغ الحظ بيخدمه في ان هو مميز قوي في حته ان هو بيضغط ضغط عالي على دفاع الخصم، وطبعا في ظل ضعف قلبي دفاع الاسماعيلي بيضغط، بياخد كوره وبيروح يحطها حلوه قوي تشب من فوق حارس المرمى. ما زلت مقتنع ان عمرو ناصر اذا خد فرصه سيبهرني اكثر بكثير من عدي الدباغ اللي بيسجل للماتش الثاني على التوالي. ولكن انا بشوف مثلا لعيب زي بيزيرا اداني اماره. هل عدي الدباغ اداني اماره؟ بشوف لسه، لان جات له كور سهله قوي النهارده. احنا النهارده ضيعنا، يعني احنا كسبنا 2-0 ماتش يخرج 5، هو مضيع واحده حرام تضيع، وما عرفش ازاي مهاجم يجي له قلب يضيعها. ازاي مهاجم يجي له قلب يضيع فرصه زي دي؟ يا عدي ما اعرفش، مش قادر افهم ومش قادر استوعب انك ضيعت الجون ده. مش عارف. ما علينا. يعني بزيرة زي ما قلت لك قبل كده، شوف انت اسهل حاجه بتعملها في حياتك ايه؟ اكتر حاجه بتعملها بسهوله ودون معاناه ايه هي؟ اختار ايه هي اكتر بقى حاجه بيعملها بسهوله ودون معاناه بزيرة. هي انه يعدي 1 على 1. يخرب بيت كده، يخرب بيت القدره، يخرب بيت السهوله، يخرب بيت الاتقان. الله اكبر يا ابني، الله اكبر يا بزيرة. ايه يا بزيرة ده؟ ايه يا بنتايج ده اللي خد انذار عشان يتاكد غيابه عن المباراه المقبله امام الجونه ويكون جاهز لمواجهه القمه امام الاهلي يوم 29. النهارده الزمالك بيزداد تكاملا، بيزداد قوه. انا مش عايز افخم، بس عايز اقول لك اللعيبه دي اللي موصلهم للحاله دي بعيدا عن حالتهم الفنيه الرائعه حبهم لبعض وتقديرهم للجمهور. كل ماتش كسبنا، اتعادلنا، خسرنا، كابتن عبد الناصر محمد المحترم مدير الكوره يلم اللعيبه يروح للجماهير، يفضل واقف من 2 ل3 يسقف للجماهير ويحييهم على دعمهم الغير منقطع اللي ملوش نظير
جماهير الزمالك اللي لا ناقة لها ولا جمل في اي شيء الا ان هي عايزه تشوف جمهورها بيكسب، بل دي بتدفع من جيبها عشان تروح تشجع النادي. الف مبروك للزمالك وجمهوره. واستنى بقى حلقه مساء هنتكلم عن ماتش الزمالك والاسماعيلي، وهنتكلم عن امور اخرى كثيرا هامه فلا تفوتوها. السلام عليكم.